اليوم كنت معزومة بمناسبة، وبهيج حالات أنا ما أهتم إنه أروح للصالون، أنا أجهز نفسي بنفسي، بس الأهم إنه يكون البيت نظيف، أوكل وأغذي جوليا وأبوها. مختصر الموضوع أكمل كل متطلبات البيت قبل ما فتعالوا نجهز نفسنا سوية. بالبداية خليت الشعر ماسك قبل الحمام حتى يتغطى، يكون دوره قبل الحمام شوية أقوى، يرطب الشعر يسوي ناعم وحلو بلمعة. هنا كملت تجهيز الغداء، جوليا نامت، بعدين توجهت نفسي حتى أحضرها. سويت شعري، راح أجففه بالبيت. طبعا هواي أكو بنات ما يعرفون يجففون شعرهم بداخل البيت، او ما يعرفون مثلا يخلون مكياج مال المناسبات. انا بالعاده دائما اسوي نفسي بنفسي، اخلي مكياجي، اسوي شعري، وما كان عندي اي خيار انه الا اجهز نفسي بغرفه التجهيز لان جوليا ماخذه الغرفه. بس اريدكم تشوفون لمعه الشعر شلون صارت، او شلون صار الشعر حلو ورا ما خليت الماسك، ورا ما خليت السيروم والليف ان. كل الشغلات اللي استعملها بنات تلقوها موجوده اما بالكابشن او بالتعليقات او بالبيج مالتي. شغلات الشعر او العنايه كلها متوفره بالبيج مالتنا.